يا حلاوتك يا جمالك، البطاطا كتير في السوق، هنعمل منها صنفين احلى من بعض. هنعمل الطريقة دي بتاعتنا احنا، والطريقة دي بتاعت شروق واسلاو. ماشي، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دول 2 كيلو بطاطا كده، هعمل كيلو طاجن، وهعمل كيلو. هنقشرها ونقطعها، نغسلها كويس جدا من الطينة بتاعتها، ونقشرها ونقطعها مكعبات تخينة شوية. تمام. وحطيها في صينية أو طاجن. هنا ده نص كيلو لبن على كيلو البطاطا، عليه كوباية سكر، عليه كيس فانيليا. تمام. ونقلبهم كويس جدا على النار لحد ما يغلوا، وبعد كده هنضيفهم على البطاطا ونحطها تغلي على النار لمدة ساعة. دي بقى كوباية لبن عليها عليها معلقتين قشطة وكوباية مية اللي انا دوبتهم على البارد، وبعد كده حطيت معلقة قشطة وحطيت معلقة زبدة. تمام. وسبتهم يتقلوا على النار، وبعد كده ضفتهم على البطاطا، وبعد ما غليت كويس جدا على النار. الطريقة التانية بقى، غسلتها كويس البطاطا وشلت الحتة اللي من فوق ومن تحت، وقطعتها كده قطع كبيرة شوية، وحطيت لها نص كوباية سكر ونص كوباية مية، وسبتها على النار لحد ما تستوي. دي دخلت الفرن، ولعت لها من فوق ومن تحت مع بعض، وعايزة اقول لكم بهدلت لي الدنيا حرفيا. اللبن بقى يفور في الفرن، وانا ما بقتش ملاحقه امسح منين ولا منين، ما بقتش عارفه. بصراحه الطريقتين احلى من بعض. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش، بس انا بحب الطريقه دي احلى، اللي هي بالصوص دي، بيبقى تحتها صوص كده يا بنات تحفه. بصوا اللمعه اللي فيها دي، بيكون السكر بقى داب وعمل زي الشربات تحت دي، وبرده دي طعمها حلو قوي. دي بقى كل ما تبرد كل ما تاكلي منها اكتر واكتر. الاتنين حلوين جدا، جربوهم، والطريقه تحفه التحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، واستنوا منه فيديوهات كتير حلوه طعمها جميل. جربوها، اوعوا ما تجربوهاش يا بنات. يلا سلام عليكم، باي.